منزلك البقاء بك وقاد لي بك ارتقاء هون لي منزلك البقاء بك وقاد لي بك ارتقاء هون لي منزلك البقاء بك وقاد لي بك ارتقاء رفعني إلى الجنان الله بك ولا إله إلا الله ملكتني تمليك خير منزلي من خير منزل يصفي نزلي نفيت شكي وعداي والتهم إلى سواي لي كشفت من بهم يقودني معك يا كتاب من قال فيك ذلك الكتاب يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أكرمتني إكرام من ما شاء فعل وما طلبت منك يا رب فعل فصل عني بسلام سرمدا على الذي يقود لي ما حمدا بلا مشقة ولا عناء يا من به قبلت لي بنائي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال واجزي به عني جندك الكرام مرادهم منك وما فاق المرام يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا رضيت عنك اليوم رضوان جميع عبادك الكرام يا خير سميع صل صلاة عمري تبشر بالانتهاء يا من لديه البشر مع سلام يدفع الشقاء بغير ذات يحسن البقاء لي بلا مكر ولا غرور يجعل خطي أنفع البرور على الذي وهبت لي محبته وقدت لي كونك لي وخدمته سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال واجعل به أعلى ردا أعراضي يا جاعل الأعظم في أغراضي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا قد حلت بيني وبين كل ما لم ترضه ليفسد بالعلماء صل صلاة ظاهري تكمل مجملا وباطني تجمل مع سلام قائد أوصالي للخير في الغدو والآصال عز الذي قد حال بيني أبدا وبين كل من أبى أن يعبدا عز الذي قد حال بيني أبدا وبين كل من أبى أن يعبدا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا ملكني نفسي مع هوايا ولتقول مقتضى دعوايا قدت لي الخيور من دنياك وقدت لي مع الرضا سنياك سقط المفاسد لغير ذاتي وقدت للأعظم في لذاتي صل صلاة برضائي عنك تشهد لي وبازدياد منك صل صلاة برضائي عنك تشهد لي وبازدياد منك مع سلام لي يخلد اليقين تجعلني به سرور المتقين على الذي يدور ميزاني في كل ساعة بلا أحزان سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال وحل به بيني وبين السوء في أبد يا مذهب المسيء واجمع به بيني وبين كل ما يسرني من المنى مسلما يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا زحزحت فضلا لسواي النار وقدت للدرهم والدينار ولي في كليهما باركت يا نافع يا مصفي النعمة يا وحلت بيني أبدا وبين ما يستعاذ منه منك عونا صل صلاة كل فاسد تسوق لغير ذاتي لتديم ربح سوق بلا خروج مع سلام فائق ليجود أبدا بلائق
على الذي صححت لي توحيدي لك به رسولك الوحيد سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال كما به حققت الاتصالا يليق بي وتقن انفصالا يا جاعل الخط فوق ظني وظن غيري يا عظيم المن يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا وهبت لي سؤلي وما فاق المراد بالاعتراض وجلوت للمراد وهبت لي سؤلي وما فاق المراد بالاعتراض وجلوت للمراد صل صلاة بفلاح تشهد لي بسلام بصلاح يشهد لي على الذي كفيتني اللعين به وما لم ترضوا لي يا معين سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال واشهد بشكري لك في ذا اليوم وبعده يا مرحمة عن اللوم أوصلت لي لقنتني فسرت لي لا شك فيما من علاك جدت لي ألنت لي بلا أزل فرحتني لينت لي أكرمتني مدحتني مددت لي يسرت لي ملكتني محوت ما يسوني مكنتني أذبي وليجد بعزمه ومد لي خيرا بغير صدمة أبق لي الملك وعني صليا مسلما على النبي وكن يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أذلتني فوزا ولبا عاصما مما يرى في أبد مخاصما صل صلاة لا تزال فاتحة أبواب الجنات لنا بالفاتحة مع سلام صارف لغيرنا أبواب النيران ويبقي خيرنا على الذي وهبت للكتاب به كما كفاني العتاب سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال واليابي الذي كنت أروم من المنى بلا عناء يا كريم وغير آفة وغير كدر وليكن بالبسر هذا القدر وليهب ما لا يرى لغيري في الله والذكر وأذن خير وليهب ما لا يرى لغيري في الله والذكر وأذن خير عليه صلى الله بالتسليم في الآل والصحب ذوي العلوم يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا نبهتني تنبيه شاكر عليم باقي لي النفقات بعلوم لك علي الشكر من شعبانا وقبله وبعده قربانا صل صلاة لي تقود دركما قد فاتني تملأ قلبي حكما مع سلام جاذب لي بركات مقتد لي ليتكين الحركات وسكناتي أكبر الرضوان بلا زلزل ولا عدوان على الذي رسر حياتي وقلت لي بجايه الآيات سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال وهب لي اليوم لدى عاداتي وبعده مواهب السادات واكتب لي اليوم وبعده رضا في جملة الأوراد لاشكر غرضا أسكن قائدي في التوحيد وتحيي بي طريقة الوحيد والقول صدق والفؤاد النوير يا منزلا قد جدت لي بالصور يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا وهبت لي يوم كتابتي لذا درا وياقوتا أداما في الأذى وهبت لي يوم كتابتي لذا درا وياقوتا أداما في الأذى وهبت لي يوم كتابتي لذا درا وياقوتا أداما في الأذى من اقبل الشكر لوجهك الكريم يا من أياديه لدي لن تريم بأن تصلي وأن تسلم عني على من بيباه العلماء بأن تصلي وأن تسلم عني على من بيباه العلماء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال واجعل به خطي يا شكور يا من له من امدح الشكور واجعل به خطي يا شكور
يا من له من انتهى شكور شكرا وهديا وولاية الرداء يا من وقاني العدا والمرضى في كل شهر واجعل الشهور بعبادات حوت النهورا واجعل مكاتبي لديك يا جميل على رضاك فعنك لا تميل لوجهك الكريم قد توجهت كتابتي يا من لديه نوهت يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أمدتني بالحق ذا يقيني جنة ما لم تضلي يقيني ليس بتعظيم وجهك الكريم مع الكتاب ونبيك الكريم وصل عني أبدا مع سلام على الذي أورثني خير الكلام وصل عني أبدا مع سلام على الذي أورثني خير الكلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال وهب لي الصدق مع الوفاء وتقني النقض مع الجفاء تبت علي فلتدم لي الصلاح والاستقامة وأنفع الفلاح يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أنهيت بالمختار سيري لك وقلت لي إلى الجنان فضلك وسنت لي سري في الدارين كما عصمتني من العارين صل برسلي من بالانتهاء على ابن عبد الله ذي البهاء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال واحفظ بي الذكر ورد لي جميع ما لي مع رداك يا سميع واحفظ فؤادي ولساني ويدي للجنان باقيا بالأفيد وترني حقائق الأشياء يا متحفا بالدور والأفياء واجعل بنائي خالصا لوجهك يا واحدا ليس يكون شبهك أوسطني اليوم وقبل اليوم وبعده سرا حما اللوم جددت ترك العود للتعظيم وكنت لي بالنصر والنظيم حقق لي الرجاء في تركي وفي أخزي بلا نقد ولا مخوف لحقق الرجاء في كل الأياد وجل حياتي منك أفضل أياد يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أشكر وأعلم وتبارك أجيب ما يدوم أعلى عجب أشكر وأعلم وتبارك أجيبي ورب ما يدوم أعلى عجبي أشكر وأعلم وتبارك أجيبي ورب ما يدوم أعلى عجبي وصل عني سمد وسلم على وسيلة الشفيع السلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال وارفع بحق وجهك الكريم كتابتي إليك بالتكريم وعندك اجعلها أجل خيري بلا نهاية وقلد ميري يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا كونت لي ما لا يرى لغيري فيك وفي القرآن زرف الخير وفي نبيك وعبدك الرسول من لي به توصل منك خير رسول سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال وترد به إبليس طردا لا يرم بغير ذاتي يا حفيظ يا كريم عندك جعلني يا ذا صلاحي بلا تنازع مع الفلاح يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا عصمتني اليوم وبعد اليوم من الشياطين وكل لوم صل برسلي من بلا نهاية عني على من قاد للدراية سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال وصل يدر بأني عنك وعن راد ازدياد منك زدني علما ورضا وادبا يا من كفاني الشقاء والودبا سق عداك أبدا إلى سوى مضرتي سقهم لغير أسوى وبيجدد الهدى هداك واشغل بغير جهتي عداك واسكت تضرع يا سميع يا واحد تنحو له الجموع يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا فصلت بيني وبين ما يضر
وحلت بيني وبين من يضر بغير جمع أبدا فشكري لك وحمدي ماضيا بالذكر صل وسلم يا إلهي عني على وسيلتي سبيل المن سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال وصل اليوم بكوني ماضيا لما تحب ليزد أغراضيا زدني توجها إليك بيضا يا من كفاني العدا والمرضا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل صلاة كل در تصرف إلى سواي بسلام يصرف ما ثاني إلى سواي أبدا على الذي بشارتي قد أبدا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال وتخرج الذي يسوني بك في كل قلب ماضيا بجلبك لي ودفعك لغيري كلما يضرني إلى الجنان معلما يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أمنتني من ضرر الخناس والجن والعدا معه والناس صل صلاة بسلام يكملان كل سرور وأمان يشملان على الذي قد حال بيني أبدا وبين من لي يجرك بدا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال وعيس الذي يريد تعبي مني يا مزحزحا لمتعبي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا حققة للرجاء يا كريم يا من لديه كل ما أروم صل صلاة بسلام يشهدان لي بفوزي وشقاء يبعدان إلى سوى عقدي وقولي والعمل والجنان لي يقودان الأمل على الذي ينحو له مدادي مسيرا بالصدق والوداد سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال وجل مدادي فوق كل ماء بركة كمطر السماء يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل صلاة بسلام يدفعا ما ثاني لغير ذاتي ينفعا كليتي في علن وسر لي جودان بأعلى السر على الذي ينحو له قلامي بمدح والصلاة مع كلامي على الذي تنحو له قلامي بالمدح والصلاة مع كلامي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال وحبي قصد اللغى لخطي يا محا معيبي بالحط محود أن يقصد خطي اللغى يا مودادي للنبي بلغا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل صلاة ما عملت ترفع للعرش والكرسي يا من أرفع على الذي صفيت لي تفكري حتى غدوت في العداء عسكري مع سلام نيتي يبلغ فيك وفي كرما فتبلغ سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال وهب لي اليوم كمال العقل وسبي عقل الدهر أهل النقل يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا الزبد ما تصلى عين فيه حيله يا مانعا فيه صل صلاة بسلام يطردان لغير ذاتي ذاته ويرشدان كليتي إليك بالرضوان بلا مقاسات ولا عدوان عن الذي تدخل له نياتي وإنما الأعمال بالنيات سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال وارض كل ما نحى جنابي من ضرر الزفر وضر النابي وضر عين وكلام وضرر محا نوياتي وسوء وغرر إلى سواي وسوى ما اختير لي يا قائدا فضله الخيور لي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أريدني فضلك في نفسي وفي سواي يا من صانع مخوفي صل صلاة جانبي تكرم مع سلام عمري يكرم على الذي كوني له معلوم والقادر في حبه تعليم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال واعصم بجاهه العظيم عمري من غير ما يرضيك يا معمري يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا
أطلقتني وسعتني فشكري مني تقبل يا منيل الذكر صل صلاة بسلام لا انتهاء لها ولا له ولا من انتهى سيري به إليك وهو أحمد يا من توجهت له يا صمد يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا عظمت وجهك الكريم أبدا بترك عودي فبشري أبدا وقيت عمري الأذى والكدر يا من بتبشير تجور القدر صل صلاة بسلام يشهدا لي بكوني صادقا ويسعدا على الذي أورثني المنافع بإذن باق لا يزال نافعا سيدنا محمد والآله وصحبه في الحال والمآل واجعل بي خطي يا ربي عندك أكبر رضوان وعند جندك يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا كشفتني كشفا يريني من بهم وسنتني عن الأعادي والتهم صل صلاة تكشف الأسرار لي للجنان تسمي تمنع الأسرار صل صلاة تكشف الأسرار لي للجنان تمنع الأسرار من التوجه إلي بالأياد مع سلام لي يجود بأياد عد الذي حلت بجاهه العظيم يا خير من نودي بالدور النظيم بيني وبين كل من ينازع يا قاهرا ليس له منازع سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمآل ومن يقبل مالكي حروفي عيرة للبر والمعروف وامحو توجه اللغى والنقر لعمري يا من ببسري يقضي وعيش الشيطان من توجهي لي أبدا يا من له توجهي وامنع غداك من إرادة الأياد يسوني يا من حماني بأياد وجل حروفي أجورا باقية لانتهاء الجنان راقية يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا إلى سواي قد ذهبت باللعن بغير رده إلي يا معن مزحزحا لغير نحوي كلما يسوء أو يضر حيث علما صل صلاة بسلام يرقيان بالعرش والكرسي فورا يرضيان صل صلاة بسلام يرقيان بالعرش والكرسي فورا يرضيان على الذي له قلامي والمداد مدة أعوام بخط دي سداد عبادة لك وخدمة له لوجه من على الورى فضله عبادة لك وخدمة له لوجه من على الورى فضله عبادة لك وخدمة له لوجه من على الورى فضله سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وعن يجزه خيورا صافية يا من به لي أدمت العافية يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا حميتني عن العدا والمرض ولي تخلد الرضا في غرضي وكنت لي بما يديم بشري بشارة لملك وبشري صل صلاة بسلام يخلدان خلود ملكك وكل يسعدان على النبي محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بكريم وعزيز سميا صل صلاة بسلام تكرم بها جنابي أبدا فيكرم على الذي منك رجوت الخير بجاهه وأن تكف الضير إلى سواي أبدا به كما جعلته محكما محكما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي الذكاء والولاية ولي ولي لين آية واحفظ كتابك بقلبي ويدي وجملني ليجد بجيدي
هديت كلي بتوفيقك يا عليم يا خبير زال شكيا ذكرك هب لي وتجد لي بوداد ولتحمني بخير علم وسداد جدد بي الإسلام لدد بالعلوم النافعات يا خبير يا عليم وهبت للشروع رب الساعة يا من كفاني كدرات الساعة حققت للشروع في العلوم يا معطي التاليف والتعليم يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بسميع ومجيب سميا صل على العبد الرسول والنبي من صانني ولي صفات نبي وسلما على مزحزح البلاء بغير ذاتي وحياتي قبلا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وليهب ذكاء عقل في الخيور يا من حباني بالعيال والديور يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بجميل وكريم سميا صل صلاة باطني تجمل وظاهري ونيتي تكمل مع سلام يخلد الرغد وأمس ينسيني بيومي وبغد بلا عدا ولا عنا ولا حساب مسيرا كليتي خير احتساب على الشفيع ذي الجمال أحمدا من قلمي مع مدادي حمدا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ووجه الأكدار والأوجال إلى سوى نحوي والدجال يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بحفيظ الرافع قد سميا صل صلاة لي مرادي توصل بلا مشقة فأنت الموصل مع سلام يصحح الجسد مزحزحا لغير نحوي ذا حسد يا قائدا لي ما حمى عن فانية وقلت لي خير جماد الثانية صل صلاة منك ذات بركات تنحو بها لغير ذات المهلكات مع سلام لي يطيب الوطن وليقود ما يوسع الوطن على الذي مدحت من رأس الحرم لسادس الشهور وهو منكرم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وملكا وصفي راضيا عني وارفع حج عني قاضيا ملك رسول الله صلى الله عليه ما تنمو به علاه صل صلاة بسلام عني عليه يا واسع واقبل مني رد لغير ذات أفضل البشر ما ساءه واجعل مكانه البشر رد إليه ما يسره وكاد يفوته من العلا حيث يكاد جماله زد يا جميل وجمعي له المنى وقتله له قمعي ملكت خير الخلق مدحا يبقى خلود فضله وأعطى سبقا صفيت خدمتي لأفضل نبي وصانني وصان ما في طنبي ورفعت لله تعالى مده يدي بفيضه الذي لي مده رد لي الله الذي كاد يفوت من الخيول ما نحاني ما يفيد جذب للنافع ما ينفعني بلا أذى وبالمنى يرفعني جمل للجميل تجميلا يري عجائب المفهم ذات تحيري له شكوري أبدا على الشهور وليجاد بزهور وطهور يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بشكور الرافع قد سميا صل صلاة لي تخلد البشر تفضي إلى سواية 19 مع سلام يطرد العين لغيرنا كي نعبد المعين على النبي والرسول أحمدا يا من به ساق لغير الكمدا وآله وصحبه وأذهبي كل مباه لسواي يذهبي وقل لي الدهر العظيم الأعظم
يا من به أخزيت من تعظما بلا ملاقاة وغير كدر يا ذا الزمان والورى والقدر يا من حماني عن الإخراج والمكر والغرور كاستدراج صل صلاة لي تلين القلوب ورائبا تقود لي مع الحليب مع سلام سائق ما ساء إلى سوى نحوي ومن أساء على الشجاع بالسحاب الماحي من حبه أغنى عن الأرماح سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وأذهب الشيطان والمكائد بغير نحوه واكف كل كائدا واجعل بقية حياتي جنة صافية إلى دخول الجنة يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بحميد ومجيد سميا صل صلاة ذات بشر خالدي مع سلام لي يسون والدي عن ضيق قبر وعذابه مع والدتي يا قاهرا لي قمع على الرسول عبدك المبشر رئيس كل ملك وبشر سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل به داء النظام خيرا عبادة ليتقول الخيرا واقبله مني كرما بجاه من فاق خلائق الإله الزمن وامحو به ما ساءني فيما مضى من عمري مصفيا لي المضى واجعل لساني ذاكرا كقلبي يا مغنيا بدفعه والجلب يا الله يا رحمن يا رحيم يا من برؤوف ورحيم سميا صل صلاة نفعها لا ينقطع على الذي به أداي منقطع مع سلام لي حياتي ينمي بخير خير وأجل غنمي على الوسيلة الشفيع السلمي العربي الهاشمي العالمي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واحفظ كتابك بقلبي ويدي وبلساني ما كتم بالأفيد والدور يحمي وعيالي تاليا وسق لغير جهتي أقتاليا يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بمليك ملك قد سميا صل صلاة تصرف الملوك لغير در قلت لي تمليكا مع سلام يصرف الناس معه لما يسر كالكلي والإجماع على الذي به خلقت كل ما خلقته عبدا رسولا علما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وجد لعبدك وحبك الخليل بجيد له يكثر القليل وهب له سعادة الدارين يا من كفاه العار كالنارين وهب له التوفيق في كل لياد واجعل حياته له خير آيات وهب له الشهور والأيام بشرا له والتقه الأيام ووجه الفصول والسنين لبشره ورد له الفنون يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بصبور وحليم سميا صل صلاتك التي لا تخطر ببالدي بلاغة قد يستر مع سلام لا يماثل السلام خلق على الحاوي جوامع الكلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ولتغنني يا نافع بالشكر عن صبر أو حلم وكل مكر ولتغنني يا نافع بالشكر عن صبر أو حلم وكل مكر واجعل بفضلك العظيم نيتي كالقول والفعل هدى كليتي ولتغني عن موجبات الصبر وموجبات الحلم واشكر زبري واجعل كتابتي كمثل الحج والصوم والصلاة أهلي نجي واجعل كتابتي كمثل الحج والصوم والصلاة أهلي نجي
واجعل لي الرضا مكان الحلم ولجعل النفع مكان الظلم واجعل حلاوة العبادة لدى عبادتي مخجلة تجلدا وهب لي الرغبة عن معاصي يا من كفاني در كل عاصي يا من كفاني عن عداك المغوية لك شكوري قبل يوم التروية وبعده فاقبل شكوري مني وارفعه للعرش العظيم عني مني شكوري ارفع إلى الكرسي بحرمة الاسم العلي القدسي يا من له التكبير والتقديس بك انتحى لغيرنا إبليس يا من له التقديم كالتمليك عصمتني من ضرر الملوك يا من له الخلق كما له الأمور كفيتني فضلا أذى كل أمير يا نافعا بي كل من يزور حميتني ما ضرني وزير يا من له كن فيكون يا مليك حميت كلي عن مشقات السلوك علمت الأعداء أني عندك لا عندهم بشارة لجندك صبتني عن الحرام قبل وفتنة الناس محت والكبل صبتني عن كل مكروه لدى كوني غريبا وطبت الخلدا صبتني عن كل ما لا ينفع من المباحات وكنت أدفع صبتني على امتثال أمرك سقط لغيري العدا بقهرك قهرت لي نفسي قهرت لي هواي والسوء والإضلال سقط لسواي منك تزودي إلى الجنات بما لي اخترت من المنات زهدت في الحرام والمكروه بعصمة منك مع التكريه سقط لغيري كل ما لا فائدة فيه وللخير حياتي قائدة وصلت لي مسرة الأبرار وقيتني مضرة الفجار يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بسميع وعليم سميا صل صلاة تذهب الأمراض لغيرنا وتصلح الأوراض مع سلام يصلح القلوب ويتلو الرائب والحليب على الذي به طويت عني مسافة السلوك يا ذا المن سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واشهد بشكري لك يوم التروية يا من سقاني من فيوض مروية وقبله وبعده واشهد لي بخير خير ورضاك قل لي وارفع حروفي بالشكور يا شكور يا خير من ناجاه عبد بشكور ليس ثناءك سواك يحصي يا باقيا أبقيتني يا محصي يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بحفيظ حافظ قد سميا صل صلاة قد صفت من الكدر يا خالقا بإذنه يجري القدر مع سلام من سواك لا يكون تهب لي بيمنه كن فيكون على مزحزح بالإتعاب بغير نحوي أبدا كالعاب سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واحفظ بي الإسلام حفظا لم يكن قبل لغيري وتكن لي بكن واحفظ جهادي الستة يا حفيظ يا من له معناي واللفيظ واحفظ بصدري العلوم النافعة واجعل حياتي للنبي نافعة صلى عليه أبدا وسلم عليه من به فؤادي علما وهب لي الحفظ بلا نسيان واعصم به عمري من العصيان يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بغني وبمغن سميا صل صلاة عن عداك تغني وعن سوى ما اختت لي يا مغني مع سلام لي يقود جندك عبدا غنيا بالكتاب عندك على الذي كفيتني ما ساء بجاهه وكل من أساء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وليهب تعظيم كل ما وجب تعظيمه يا من يقود للعجب يا من عصمتني مما أعلم مما يسوءني وما لا أعلم
أذهب لغير ذاتي العيوب وقد لقلب الفيض والغيوب وهب لي اليوم بغير سلبي كن فيكون لي معادي يغلبي يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بقريب وسميع سميا صل صلاة جاوزت عقولا وتصلح المعقول والمنقولا مع سلام يهب الشريعة مع الحقيقة لنا دريع إلى الإله والكتاب والرسول يهب لي دنيا وأخرى خير رسول على النبي والرسول السلمي العربي الهاشمي العالمي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي القرب وقولي يسمعي سمع قبول ولي الخير اجمعي يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بعليم عالم قد سميا صل صلاة تذهب الغفولا لغير قلبه تمنع الأفولا مع سلام يكشف الغطاء ويجلب الرسوخ والعطاء على الذي قد حال بيني أبدا وبين كل من أبى أن يعبدا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي العلم الصحيح والعمل الصالح الذي يكمل الأمل واجمع لي المنى بيوم عرفة وحق صائمه هب لي المعرفة وانشر علي بركات الحرم وجملة الشهور واحمي حرمي وابن لي الحسن الحسين حافظا الذكر بي مفتكرا أو لافظا وهب لي التوحيد والحديثا وهب لي التفسير والتحديثا وهب لي البروع في الفنون يا موتي الظاهر والمكنون وأظهر الحق بخطي واللسان يا من يجود لي بفوز وحسان يا ماحي الآفات والأكدار يا معطي الجيران بعد الدار صل صلاة بسلام تسمع بها شكوري والمنى لي تجمع بها على العبد الرسول الأفيد يا من به إليك تمتد يدي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ونور الشهور والفصول لي كما وهبت للوصول ولينور كل يوم وسنة يا من تعالى عن منام وسنة ولتغنني بالحفظ عن نسياني لجد بالشهود والعيان ولتغنني بالأجر عن حسابي يا قائدا كل باحتسابي وطيب النفس وطيب للجنان وليكون المنى إلى الجنان يا منزلا وهبت للإسكان وصنت للجيران والمكان عن كل شيء بجنابي لا يليق يا من بحمدي وشكوري خليق صل صلاة تثبت الحلال عندي ومني تمنع الضلال مع سلام يطرد الأسواء وكل إدلال يرع عواء على النبي والرسول الأتقى يا من بجاهه فتقت الرقى سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل بجاهه العظيم نظمي يا من حماني عن دواعي الكظم عندك إيمانا وإسلاما مع أحسن إحسان وللمنجمع وعندك جعل الهبل كنوزا يا من يجر الزيد والمكنوزا واردد بحق وجهك الكريم يا واهب البقاء والتكريم إلى سوى ذات من نحاني بالدر واعصمني من الألحان واعصم لوجهك الكريم عقدي والقول والفعل من أهل النقد واجعل لوجهك الكريم كلي أعلى رضاك مكثرا لي قل لي يا الله يا عليم يا خبير يا من به لم يلحني ثبور صل صلاة كل سوء تدفع بغير نحوي وسعي ترفع مع سلام حافظ جنابي من طرد الزفر ودر النابي على الذي وهب للكتاب ولسواي وجه العتاب سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وليهب بحق يوم عرفة وحق صائمه أعلى معرفة يا من وهبت للشهور والسنين
ولسواي سقط جالب أنين صل صلاة لتكون المنى ولتقول عرفات ومنى مع سلام يجمع المنافع لي بالذي ليس يزال نافعا على الذي إخدامه أعلاني بلا أذى وكب من قلاني يا الله يا واسع يا كبير يا من له الأعظم والتكبير صل صلاة كل ضيق تذهب إلى سواي أبدا فيذهب مع سلام يجلب الصفاء والصدق لي والأمن والوفاء على الذي مدحي له والصلوات عليه زحزحت لغير الهفوات سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وارفع بشكري لك ربي قولي يا ماحيا تغربي وجولي أغنيتني بك عن الأرباب وبمحمد عن الأسباب وبكتابك عن التقول وبالتثبت عن التحول